بعطيكم معلومة تنصدمون منها. أعطتني إياها نفس اللي أعطتني طبخ الحنة. طبعا شفتوا كيف طبخ الحنة عجيب ورهيب وعليه تجارب مليونية. قالت لي إذا تبغين أقوى فائدة صبغات الرأس، سواء حنة صدر، الصبغات اللي تستخدم للرأس، أفضل وقت تحطينها فيه هو الصباح، تقريبا من الساعة 6 الصباح 9 ماكسيموم 10. فسألتها إنه إيش السبب، يعني ليش إنه اختاروا وقت الصباح. قالت لي إنه هو معتقد مبني على الخبرة والتجربة، يعني متوارثين بالتجربة والخبرة، يعني أهاليهم وإنه في اعتقادهم إن الرأس لسه ما انشغل بالأكل والشرب وهالأشياء، فيكون أصفى الذهن والواحد كذا مخه مرتاح ومزاجه رايق. فيعني فهمتوا، يعني هذا المقصد، إنه الواحد يكون توه صاحي فريش، فيحطونه برودة الجسم ما تكون عالية، يعني تكون متناسبة، يعني لا هو الشمس الحارة اللي توجع ولا هو البرودة بالنسبة لهم في الليل إنه برودة عالية ويعني ينصفق الراس وزي كذا. فيشوفون إنه الصباح أنسب وقت. أنا صراحة جربتها لي أنا عجبتني، بس البنات صعب إني أحط لهم الساعة 6 ولا 7 الصباح، يعني أحط لهم الظهر يعني وهالأوقات. هذه القبعة أخذتها من لمسات مطمئنة، موجود هنا حسابهم تقدرون تشوفونهم. عجيبة للحنة، عجيبة، حطيتها لبناتي خيالية. طبعا هنا اللي يقولون إن شعر بنتك نبغى نشوفه بدون استشوار، هذا هو بدون استشوار ولسه مبلول، توها طالعة من الحمام، الله يكرمكم. وهنا بعد ما جف الشعر شوي، يعني بتشوفون بعد ما جف شعرها شوي، يعني 3/4 جفاف. وشوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللمعان والنعومة والحيوية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بعد ما جف تماما. طبعا شعر بنتي بدون استشوار بفضل منتجات العناية. اللي حابين يطلبونها بتلاقون الرابط في البايو.